طيب هو ينفع إن أنا أربي كلب؟ ينفع، بس في كذا حالة كده. ما ينفعش أجيبه في البيت حتى لو كان شكله حلو أو شكله لطيف أو. قال النبي: لا يدخل البيت الذي فيه صورة أو كلب. لا يدخل البيت ملكا فيه صورة أو كلب. طيب تاني حاجة، ينفع تربي كلاب؟ ينفع. طب ازاي يا عم؟ تربي كلب للصيد أو للزرع أو إنه يحرس حاجة، يكون له مهام، يحمي الغنم من الذئاب مثلا. قال النبي: وإلا يعني إن لم يكن لذلك، يعني لو مش كان للزرع أو يحرس البيت أو يحرس الغنم، ينقص كل يوم من الأجر قيراط. الله أكبر. حبيت أفيدكم بالمعلومة. في نهاية الفيديو صلى على سيدنا النبي، ومتابعة وشاركة عشان غيرك يستفيد. السلام عليكم.